بيبدأ الفيلم مع بايك مجرم بيسافر على شيكاغو مخصوص عشان يزور أخوه التوأم ريس المسجون في تهمة سرقة. ولما بيوصل بايك على السجن وبيقابل ريس بيحكي له ريس على اللي حصل، وبيقول له إنه بعد ما سرق الفلوس وحطها في شنطة الشرطة بدأت تطارده هو وشريكه، وقدروا إنهم يوقفوهم ويقتلوا شريكه. وبنعرف إن ريس هو اللي حرض الشرطة على قتل شريكه بعد ما قال لهم بالكذب إنه معاه مسدس. وريس بيعرف بايك إنه رمى الفلوس اللي سرقها على عربية واحد لما الشرطة كانت بتطارده، وبيديله مواصفات العربية اللي رمى عليها الفلوس عشان يطلب منه يساعده يلاقيها، وساعتها هيقسموا الفلوس سوا بالنص. وبيكون ريس رمى الفلوس عشان الشرطة ما تاخدهاش وتمسكها عليه، وطالما ما فيش شهود على جريمته فهو هيعرف يطلع قريب. فبيوافق بايك على عرض ريس وبيقرر يدور بداله على الفلوس اللي بيكون لقاها شاب اسمه سام. وسام بيكون متجوز بنت اسمها ليزلي، وهما الاتنين بيحبوا بعض جدا بس عندهم مشاكل مادية كتير، وعشان كده سام لما لقى الفلوس مرضاش يسلمها واحتفظ بيها، وكمان خد منها جزء عشان يسدد باقي القرض اللي عليهم واللي كان البنك هيحجز على بيتهم لو ما اتدفعش. وساعتها ليزلي بتستغرب ازاي سام دفع الفلوس، فسام بيصارحها انه اترمت عليه شنطه فيها فلوس كتير جدا من عربيه كانت الشرطه بتلاحقها وهو ماشي في الطريق. فليزلي بتقلق وبتقول له ان الفلوس دي اكيد مشبوهه فلازم يسلموها، بس سام بيطمنها وبيقول لها ان محدش يعرف ان الفلوس معاهم، وانهم لو سلموها رجال الشرطه هياخدوها لنفسهم فهم اولى. فليزلي بتقتنع خصوصا ان المبلغ مش قليل وكان اكتر من نص مليون دولار، ومن فرحتهم بالفلوس بداوا يفكروا هيصرفوها ازاي. وفي نفس الوقت اللي بيكون فيه بايك عمال يدور على عربيتهم علشان يلاقي الفلوس، بيكونوا هم عايشين حياتهم وعمالين يصرفوا الفلوس وبيشتروا عفش جديد وبيغيروا العربية وبياكلوا في مطاعم غالية، لحد ما بايك بيعرف عنوان بيتهم عن طريق العربية الجديدة اللي اشتروها كاش. فبيروح لهم وبيمثل على سام انه جاي من المصنع اللي باع لهم العربية عشان يسألوا على كام حاجة تخص العربية الجديدة. فسام بيدخله البيت وبيقعدوا يتكلموا، وبايك بيوقع سام في الكلام وبيعرف منه مواصفات عربيته القديمة عشان يتأكد انها نفس العربية اللي ريس رمى فيها الفلوس فعلا. ومن سؤال بايك عن عربية سام القديمة سام بيقلق وبيبدأ يحس ان في حاجة غلط، فبيسأل بايك عن اسم المصنع اللي بيقول انه جاي منه، وساعتها هما الاتنين بيفهموا انهم كشفوا بعض. فسام بيطلب من بايك يخرج بره بيته، بس بايك بيرفض وبيقوم يكسر في عفش البيت الجديد اللي كانوا فرحانين بيه، وهو بيسأل سام عن الفلوس لحد ما بيجي الدور على التلفزيون. فسام بيوقف بايك وبيطلب منه يقعدوا يتكلموا بهدوء. وليزلي بتكون قامت من صوت التكسير وراحت عشان تطلب الشرطة لبايك، بس بايك بيطلب منها تنزل التليفون احسن لها. وبيقعدوا هما التلاتة سوا وبايك بيسألهم عملوا ايه بالفلوس، فبيعرفوه انهم صرفوا منها حوالي 70,000 دولار على الحاجات الجديدة اللي هو شايفها، وباقي الفلوس جزء منها في البيت عندهم والباقي وزعوه على كذا بنك. فبايك بيطلب من ليزلي تجيب له فواتير الحاجات اللي اشتروها عشان يتأكد من كلامها، وبيطلب من سام يتصل بالبنوك اللي فيها الفلوس عشان يجهزوها لانهم هيروحوا سوا ياخدوها. وبعد ما بايك بيخلص حساباته بياخد سام وليزلي وبيلف بيهم على البنوك اللي سابوا الفلوس فيها لحد ما بيجمعوها كلها. وعلى بالليل بيرجعوا تاني هما التلاتة على البيت، وبايك بيطلب من ليزلي تجيب آلة حاسبة وتجيله عشان يحسبوا سوا جمعوا قد ايه، فبيلاقي ان المبلغ لسه ناقص حوالي 250,000 دولار. فليزلي بتصارحه انهم شايلين جزء من الفلوس عند مامتها. ولما بايك بيكمل حسابات بيلاقي انه بعد كل ده في حوالي 3000 دولار مش عارف راحوا فين. ولما بيلاقي ان السهرة هتطول بيطلب من ليزلي تحضر لهم عشاء عشان يقعدوا ياكلوا سوا، وبيقول لهم انه بعد العشاء هيتفرج على التلفزيون الجديد بتاعهم وبعدها هينام عشان بكره هيروحوا يزوروا مامة ليزلي سوا. فليزلي وسام بيرجعوا على اوضتهم هم ندمانين على اليوم اللي لقوا فيه الفلوس وصرفوها، وليزلي بتبقى عايزه تتصل بالشرطه لانه ما ينفعش يسمحوا لبايك يبات عندهم، بس سام بيمنعها وبيقول لها انهم لو اتصلوا بالشرطه دلوقتي هيدخلوا نفسهم في مشاكل اكبر. فبيضطروا يستنوا لحد تاني يوم الصبح لحد ما بيروحوا على بيت مامة ليزلي، وهناك بيطلبوا من مامة ليزلي ترجع لهم الصندوق اللي سابوه امانه عندها. فبتروح تجيب لهم الصندوق، ولما بايك بيفتحه وبيشوف شكل الفلوس بيعرف ان المبلغ ناقص. فمامة ليزلي بتعترف انها استلفت من الفلوس حوالي 6000 دولار بس كانت هترجعهم. فليزلي بتلومها وبتقول لها انها ما كانش ينفع تعمل كده عشان دي كانت امانه عندها ومش فلوسها. فمامتها بتقول لها ان الفلوس برضو مش باين انها بتاعتهم هم كمان. وهنا بايك بيعلمهم درس انه طالما الموضوع فلوس محدش يقدر يثق حتى في ابوه وامه. وبعد ما بياخد الفلوس بياخد سام وليزلي على مكان الاوتيل الصغير اللي كان قاعد فيه عشان يعمل تشيك اوت وياخد باقي حساب الايام اللي ما قعدهاش واللي بيطلعوا حوالي 200 دولار. بس صاحب المكان بيقول له ان مفيش عندهم استرجاع فلوس حتى لو ما قعدش كل الايام اللي كان حاجزها. فبايك بيتعصب وبيضربه لحد ما بينزف، وساعتها الراجل بيخاف وبيرجع له ال 200 دولار. وبايك بعد ما بياخد فلوسه بيرجع سام وليزلي على البيت وبيربطهم هما الاتنين سوا عشان ما يسيبوش البيت لانه هيعمل مشوار صغير. وبيروح بعدها بايك على السجن عشان يقابل ريس وبيطمنه انه رجع الفلوس بس ناقصها حوالي 78,000 دولار اللي صرفها سام وليزلي. فريس بيقول له مش مهم المبلغ اللي معاهم كويس قوي، بس بايك بيكون مصمم يرجع الفلوس
كلها وما يسيبش منها مليم واحد، وبيعرف ريس انه هيتصرف ويرجع الباقي بطريقته. وطبعا ريس بيقول له يعمل اللي هو عايزه، اهم حاجه الفلوس. فبيرجع بايك على بيت سام وليزلي وبيعرفهم بوضوح انهم مديونين له ب 78,000 دولار، وبيطلب منهم يفكروا في طريقه علشان يرجعوهم. وطبعا سام وليزلي بيقولوا له انهم صرفوا الفلوس ومش معاهم يرجعوها. فبايك بيطلب منهم يتصرفوا وهو كده كده قاعد معاهم لحد ما يفكروا. وبالليل بيرجعوا يتجمعوا على العشاء من تاني، وساعتها بايك بيسألهم لو فكروا في طريقة عشان يرجعوا الفلوس. فسام بيقول له انهم هيبيعوا العربية الجديدة وهيستلفوا من صحابهم ويشوفوا هيعملوا ايه تاني. فبايك بيديله مهلة 5 ايام بس عشان يتصرفوا ويجمعوا المبلغ، وبيقول لهم انه هيعرفهم هيحصل فيهم ايه لو ما التزموش بالمدة. فتاني يوم بيروح سام وليزلي على المعرض اللي اشتروا منه العربية عشان يبيعوها، وبيكونوا متوقعين انها تجيب لهم 70,000، وده نفس الثمن اللي اشتروها بيه. بس صاحب المعرض بيقول لهم انه هيديلهم فيها 47,000 دولار بس، لان العربية بقت مستعملة. فبيتفاوضوا معاه لحد ما بيرفع السعر ل 53,000 دولار، وبيرجع لهم كمان العربية القديمة بتاعتهم. وبكده بيكون لسه عليهم لبايك حوالي 25,000 دولار. فبيعرفوه انهم جابوا اخرهم ومش هيعرفوا يجمعوا اكتر من كده. بس بايك ما بيعجبوش الكلام وبيصروا انهم يرجعوا باقي المبلغ كامل احسن لهم. فليزلي بتتعصب وبتجيب اخرها وبتقول لسام ينزل من العربية عشان يسيبوا بايك ويمشوا، وبتقول له انه بيخوفهم على الفاضي ومش هيعرف يعمل حاجة. وبتسيب العربية وبتنزل. بس سام لما بياخد باله من المسدس اللي مع بايك بينزل بنفسه من العربية عشان يرجع ليزلي. وساعتها بايك بتجيله فكرة انهم ياخدوا قرض من البنك برهان البيت عشان يرجعوا له المبلغ اللي ناقص. بس لما بيروحوا للبنك بيلاقوا ان وضعهم مش احسن حاجة عشان البنك يوافق لهم على قرض. بس بايك بذكائه بيعرف يقنع المسؤول انه يديهم قرض. بس المشكلة انه اقصى مبلغ بيوافق عليه مسؤول البنك هو 11,000 دولار وشوية فكة، وكده يبقى لسه فاضل حوالي 13,000 دولار على سام وليزلي. فبيسألهم بايك هيتصرفوا ازاي ويرجعوهم. فليزلي من العصبية بتضرب سام. فبايك بيطلب منهم يهدوا وبيقول لهم انه لسه قدامهم 4 ايام، فمفيش داعي يشدوا اعصابهم. وبالليل لما بايك بينام سام بيصحي ليزلي عشان يهربوا من شباك اوضتهم. بس بايك بيشوفهم وبيرجعهم على البيت وبيتعصب عليهم جدا، وبيحذرهم لا يخرجوا ولا يكلموا ولا يقابلوا حد طول ما هو معاهم. وتاني يوم الصبح عشان يستفز سام ويعاقبه على الحركة اللي عملها بيجبره يحضر له الفطار بنفسه، وكمان بيخلي ليزلي تقعد جنبه عشان يضايقه. وبعد ما بيخلص فطار بايك بياخد سام وليزلي عشان يجمعوا باقي الفلوس. وبتبقى خطة بايك انه يخلي سام يسرق محل وبيديله مسدس فاضي وبيطلب منه يخوف بيه صاحب المحل عشان يسرقه، وبيهدده بمسدس تاني حطه على دماغ ليزلي عشان لو ما نفذش اللي طلبه. فسام بيضطر يسمع كلامه وبيسرق فلوس المحل وهو متوتر جدا، وبيرجع للعربية وبايك بيطلب منه يدي الفلوس لليزلي عشان تعدهم، وبتلاقيهم حوالي 400 دولار. فبايك مش بيعجبه المبلغ وبيكمل بعدها سرقة مع سام وليزلي. والمرة دي بيبقى الدور على ليزلي، وبايك بيطلب منها تنزل تسرق زي ما سام عمل لانه ما عندوش تمييز بين راجل وست. فليزلي بتنزل هي كمان وبتدخل تسرق محل بكل ثقة على عكس سام ولا كأنها بتعمل كده كل يوم. فبايك بيعجبه ادائها وبيطلب منها تعد الفلوس اللي سرقتها، فبتلاقي انها حوالي 500 دولار. فليزلي بتبقى فرحانة عشان سرقت فلوس اكتر من سام، وسام بيبقى قاعد متضايق من اللي بيحصل. وبيرجعوا بالليل على البيت بعد ما بيكونوا سرقوا كام محل تانيين وجمعوا حوالي 2000 دولار، وبكده يبقى لسه فاضل لهم حوالي 11,000 دولار. فبايك بيقول لهم انهم لازم يحسنوا ادائهم شويه عشان يلحقوا يجمعوا الفلوس، وبياخدهم عشان يتفرجوا على التلفزيون سوا. وساعتها بيظهر في الاخبار عمليات السرقه اللي عملوها، والاخبار بتبقى عارضه مواصفاتهم. بس بايك بيطمنهم ان الشرطه ما تقدرش توصل لحاجه بالمواصفات دي. وتاني يوم الصبح بيرجع بايك ياخدهم علشان يسرقوا، والمره دي سام بيسرق بثقه اكبر ومن غير ما يكون خايف. ولما بيرجع على العربيه بيسال بايك عن المسدس اللي كان معاه لانه عاجبه. ولما ليزلي بتلاحظ ده بتستنى انهم يرجعوا على بيتهم عشان تساله عن سبب التغيير اللي كان فيه. بس سام بيطلب منها تسكت وما تسالوش عن حاجه. وتاني يوم بيرجع بايك ياخد سام وليزلي عشان يسرقوا، والمره دي بتضطر ليزلي انها تضرب ست صاحبه محل وهي بتسرقها، وده بيضايق سام وليزلي جدا وبيخلي سام يتخانق مع بايك لما بيرجعوا البيت. بس بايك بيكون اقوى من سام وبيضربه بشكل عنيف جدا، وبتضطر ليزلي تحوش عنه عشان بايك يسيبه. وبعدها سام بيقرر انه يعرض على بايك انهم يسرقوا بنك عشان يكملوا باقي المبلغ بسرعه لانه ما بقاش مستحمله معاهم اكتر من كده. فبايك بيوافق وبيروح على بنك، وبيدخل سام مع بايك وهم مغطين وشهم وبيهددوا الموجودين بالسلاح عشان ياخدوا الفلوس. وبعد ما بيخلصوا بيرجعوا للعربيه وبايك بيطلب من سام يعد الفلوس. ولما سام بيلاقي الفلوس اكتر من المبلغ اللي محتاجينه بيرمي الزياده من الشباك عشان الناس تاخده، وبيرفع السلاح على بايك اللي بيكون سايق العربيه. فبايك بيقول له ان المسدس اصلا ما فيهوش طلقات، بس سام بيكون اخد طلقات من مسدس حارس الامن بتاع البنك وبيقتل بايك. وبيسوق هو وليزلي لساحه خردة من اللي بيدمروا فيها العربيات عشان يخلصوا من العربيه وهي فيها جثه بايك، بعد ما بيكونوا رشوا صاحب المكان بالفلوس اللي معاهم. وبيرجعوا بعدها على بيتهم وبيقرروا يرجعوا كل الفلوس اللي سرقوها من اصحاب المحلات وبتعويض كمان. وطبعا فضل معاهم
الفلوس بتاعت بايك، فبقى مفيش اسعد منهم. بس اللي مش عاملين حسابه ان ريس بيخرج من السجن، فيا ترى هيتهنوا بالفلوس المرة دي ولا الفيلم هيتعاد من تاني؟ وللاسف الفيلم بيخلص على كده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.